لو عندك صاحبة اختفت بعد الجواز اتبخرت، الفيديو ده ليكي. كل واحدة فينا أو معظمنا عندها صديقة مقربة كنتوا بتقضوا وقت كبير قوي مع بعض، تتكلموا تضحكوا، ترغوا في التليفون بالساعات، تخرجوا تشتروا حاجات مع بعض، بتبقى أقرب واحدة ليكي. تيجي صاحبتك تتعرف على واحد وتحبه وتتجوز، وفجأة تحسي إن بقيتي لوحدك، بقيتي مش عارفة تكلميها ولا تتصلي بيها زي الأول، وبتقولي لنفسِك أكيد بس عشان هي لسه في الأول وعروسة، وأكيد بتوحشِك وبيبقى نِفْسِك تتصلي بيها وتتكلموا كتير زي الأول، بس مش عارفة، بس بتحاولي تقنعي نَفْسِك إن هو أكيد بس عشان هي لسه عروسة وهترجع زي الأول. أحب أقول لِك هي مش هترجع زي الأول. صاحبتِك بعد يومين العسل اللي شافتهم والفرح والفستان بتبتدي تكتشف إنها في بيت جديد مسؤولة عنه، وفيه تفاصيل كتير أوي ما كانتش تعرفها قبل كده، وراجل غريب مهما كانت تعرفه وقت الخطوبة هي لسه بتحاول تتأقلم معاه، وساعات كتير بتشتاق للخروجات والتفاهات والكلام بالساعات والحرية، بس لازم تكون قد المسؤولية والخطوة اللي أخدتها. هي ما اختفتش، هي لسه بتبني حياة وبتتعلم وبتتشكل وبتتكيف مع الوضع الجديد، ومحتاجة شوية وقت علشان توازن حياتها الجديدة. الصداقة الحقيقية مش بالكلام الكتير ولا الرسايل ولا حتى بالخروج المستمر، هي موجودة لكن بشكل مختلف. فما تضيعوش العلاقة اللي بينكوا علشان هي ما انتهتش، هي بس شكلها اتغير. ودمتم بعيد.